السلام عليكم ورحمة الله. سر عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب بعد كل انفصال. خبيرة تكشف. كتبت شيماء مرسي: انتشرت أنباء عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب للفنان حسام حبيب مرة أخرى بعد طلاقهما الأخير. كده الناقد الفني خالد الصواف في تصريحات خاصة لمصراوي إن شيرين عاد بالفعل المطرب حسام حبيب، وحاليا يعيش الزوجين معا في فيلا بالتجمع الخامس. انفصال ثم عودة علاقة شيرين عبد الوهاب بحسام حبيب. لم تكن تلك المرة الأولى التي أعلنت فيها المطربة شيرين عبد الوهاب انفصالها عن المطرب حسام حبيب قبل عودتهما للمرة الأخرى لأول مرة في شهر نوفمبر عام 2021، وأكد الخبر في شهر ديسمبر من خلال بيان رسمي نشرته عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي. في يوليو 2022 أعلنت شيرين عبد الوهاب بعد حلقها لشعرها في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي وجود خلاف بينهم وبين حسام حبيب قبل أن يعودوا لها مرة أخرى. وكشفت رضوى سعيد استشارة الطب النفسي التفسير النفسي لعودة الفنانة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب بعد كل انفصال، وقالت لمصراوي إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تنجذب للعودة إلى العلاقات التوكسيك مرة أخرى. استشاري نفسي شيرين عبد الوهاب تعرض نفسها للأذى. وتابعت استشاري الطب النفسي أنه رغم كونها فنانة عظيمة لا ينقصها أي شيء فإنها تعرض نفسها للأذى، مشيرة إلى أن من ضمن الأسباب التي تجعل شيرين تعود لحسام حبيب هو احتياجها الشديد له، بالإضافة إلى أنه استطاع السيطرة عليها. وأضافت أن هذا الوضع غير صحي يتسبب الفنانة شيرين في الكثير من الأضرار النفسية والمهنية، موجهة نصيحة للبنات التي تقعن في فخ العلاقات التوكسيك بطلب المساعدة من أخصائي نفسي للعلاج. تمنت أن تصبح شيرين أقوى وأفضل مواجهة النداء المحيطين بها على مساعدتهم الوقوف على جانبها. صدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب الترند اليوم عقب طرحها أحداث أغنيتها الذهب. يذكر أن شركة روتانا طرحت أولى أغاني ألبوم شيرين الجديدة والتي تحمل اسم دهب عبر قناتها الرسمي على اليوتيوب بأمس، وحققت نسبة مشاهدة تعدت 100 ألف مشاهدة. والأغنية تأليف تامر حسني وألحان مدين وتوزيع تومة. وتعد هذه الأغنية هي الأولى لشيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا بعد الصلح وعودة التعاون بينهما مجددا من خلال إنتاج ألبوم يتضمن 8 أغاني يتم طرحها تبعا. أغنية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجديدة الدهب اهتمام المصريين خلال الساعات الماضية، وتصدر اسم المطربة الأغنية الترند على إكس الجمعة بعد فترة غياب طويلة للمطربة المصرية. أغنية الدهب قدمتها شيرين باللهجة المصرية من كلمات الشاعر تامر حسني وألحان مدين وتوزيع تومة، وتم تسجيلها في القاهرة وهي من إنتاج وتوزيع شركة روتانا. تعد أولى أغنيات شيرين من ألبومها الجديد بعد تصالحها وانتهاء أزمتها مع الشركة المنتجة. تحدث الشاعر تامر حسين عن تعاونه مع شيرين قائلا للشرق الأوسط إنها من أهم الأصوات في الوطن العربي ولها مكانة وبريق خاص أثناء التعامل معها نظرا لشعبيتها الجارفة في كافة أنحاء المنطقة، وأنا دائما ما أسعى للتعاون معها. وعن كواليس صناعة الأغنية كانت عن جلسة عمل مطولة مع الملحن مدين اتفقنا خلالها على تنفيذ الأغنية ثم عرضناها على شيرين التي أعجبت بها كثيرا وقررت تنفيذها، فقمنا بتسليمها للموزع توما. وعقب الانتهاء منها قررت شيرين أن تكون باكورة أغنيتها العام 2024 وأولى أغنيات ألبومها الجديد مع روتانا وأغنيتها الجديدة الخاصة بعيد الحب. أشار حسين إلى أن أعمالها مع شيرين بعبد الوهاب مستمرة. أغنية الذهب لن تكون الأخيرة بيننا في ألبومها الجديد، هناك أكثر من عمل خلال الفترة الحالية، ولكن يصعب الحديث عن تلك الأعمال في الوقت الراهن بسبب عدم معرفتي بوقت طرحها. الموزع الموسيقي المصري توما عن سعادته للتعاون من جديد مع شيرين قائلة للشرق الأوسط: أنا من أكثر الفنانين سعادة بعودة شيرين للغناء من جديد بعد فترة غياب. قد قررت العودة بمجموعة رائعة من الأغنيات الجيدة التي تخطف قلوب جمهورها. وأشار توما إلى أن تنفيذ أغنيتها الجديدة مع شيرين أخذت بضعة أيام. أغنية الذهب لم تأخذها وقتا طويلا من العمل، بل كانت بضعة أيام اتفقنا فيها على الشكل الموسيقي وبعد ذلك قمنا بتسجيلها على الفور. تعد أغنية الدهب هي أولى أغنيات شيرين عبد الوهاب بعد فترة غياب دامت أكثر من عام ونصف منذ طرحها أغنية مترو منتصف عام 2022، وكان آخر ألبومات شيرين بعنوان ناسي أطلقتها عام 2018 وكان نجاحا لافتا. مقرر طرح ألبوم شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا منذ أكثر من 3 أعوام، ولكن بسبب بعض المشاكل الإنتاجية تأخر عمل لأجل غير مسمى، ودخل الطرفان في نزاع قانوني انتهى بإلزام الفنانة المصرية
بدفع شرط جزائي كبير لصالح الشركة الخليجية. وعقب التصالح بينهما اتفق الثنائي على بدء إصدار أغنيته الجديدة مع بداية عام 2024. وكشفت شيرين في تصريحات تلفزيونية أخيرا عن ألبومها الجديد سيتضمن 8 أغنيات مصرية جديدة ستطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، وأنها ستتعاون فيها من أهم الشعراء والملحنين المصريين، من بينهم تامر حسني ومدينة وعزيز الشافعي وأمير طعيمة ومحمد يحيى وتوما والنابلسي، على أن يتم إطلاقها تباعا عبر منصات شركة روتانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.